صباح الخير. صباح الخير يا حبايبي يا حلوين. بصوا قمت لقيتهم عاملين ايه. والله العظيم الواحد ما عارف يعمل حل. ماما يعمل ايه بقى؟ قولوا لي يعمل إيه؟ شايفين العلف يعني حلو. طبعا هرجع لمه تاني وهعمل لهم الميه دي. ماشي، دول اللي فاضلين اهو، سايبينهم لما يكبروا شويه. ما شاء الله. صباح الخير. انا حابه بس اوريكم نبذه بسيطه عن القهر بعد ما استنيت ان النعناع يكبر شويه. قلت الحمد لله يا مسهل الحال، يا مسهل الحال، وفرحت. بصوا بصوا لقيت ايه بيتاكل. النعناع كله بعد ما نبته بقى حلو وكبر تاكل كله. تاكل مجرد بس ما اتفتح على الفراخ. حاجه بسيطه بسيطه والله. لقيناهم. بصوا بهدلوا البلكونه ازاي بعد ما مسحتها. ده الميه طبعا، انا جايبه ميه عشان كنت بسقيهم، فقلت اوريكم النبذه. جيت لكم طبعا بعد ما وريتكم المصيبه اللي الفراخ عملتها فيا، وبعد ما اتعلقت بقى وفرحت وتعشمت بجد. وكنت يعني قلت الحمد لله اخيرا ان النعناع هيبدا يطلع، والحمد لله ان الزرع هيبدا يطلع. لان انا زرع كمان بطاطس وقوطه وزرع بسم الله الرحمن الرحيم فلفل. فطبعا دخلوا على الزرع كله كلوه يعني. بجد زعلت جدا وقلت خلاص مش مشكلة يعني، قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله يبدأ ينبت تاني. المهم طبعا انا بوريكم الفراخ. اللهم بارك. زي ما انتم شفتوا الفراخ عاملة 2 كيلو ونص، وفي 2 و600 وفي 2 و300. ما شاء الله كده بعد 5 ايام من تصوير يعني انا الفيديو، او بعد 3 ايام يعني الفيديو. ممكن انا اكون اتاخرت في نزوله عشان خاطر ظروف ما. طبعا انا كنت دايما بقول لكم زي ما انتم شفتوا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا يعني 2 كيلو 700 يعني 2 كيلو 800. يعني 3 إلا ربع حاجه زي كده. يعني ما شاء الله بالعلف والذره بس. حتى انا هوريكم دلوقتي انا باكلهم ما بناكلهمش غير العلف. علف نامي اللي هي المرحلة التانية وتشيش دشيش دوت اللي هو الذرة بس. تشيش كبير. هوريكم حتى شكله دلوقتي. ما بجيبش طبعا صغير عشان خاطر الصغير يعني مش هيعرفوا، هيبقى عبارة عن بودرة. فهم ما شاء الله كبروا مش صغيرين. الفراخ البلدي في اللي هي 1.5 كيلو، وفي اللي هي تقريبا بقى اللي هو انا اتضحك عليا وكذا حد قال لي لا ده فراخ ساسو. حتى ماما قالت لي لا ده يا ماما دي فراخ ساسو، لكن التانيين المنقطين دول بلدي اصلي. وفعلا اللي انا لاحظته ان الساسو ما شاء الله اللهم بارك كبروا يعني. كبروا فعلا. والفراخ البلدي لا ضعيفة. حتى انا هبوريكم في الفيديوهات الجاية هوريكم شكلهم وهم الفرق بين ده وبين ده. يعني في فرق باين اصلا. ده الدشيش اهو، وده العلف اللي هو الكبير النامي. بس كده. فانا بحطهم واللهم بارك زي ما انتم شايفين. نبدأ بقى نعمل حاجة كده للولاد، وان شاء الله يعني بجد الوصفة دي رهيبة مسلية جدا. ده للعشاء على فكرة. ما بقولكوش ان ده للغدا، لان ده مش اول الفطار. هيبقى حلو جدا جدا يعني. ده فطار وعشاء زي الفل. حطيت الدقيق، وهحط كمان معلقة ملح عليه. يعني هم حوالي كيلو دقيق، وهحط ملح عليه، وهحط السكر. ومش هحط حاجة تاني، هو ملح وسكر ودقيق والدقيق ومية مغلية. العيش ده يعني هو اسمه رقاق رقاق طري. العيش ده بجد فظيع 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 بمعنى الكلمة. حلو جدا. بينفع لأي وصفة تتخيليها. حلو حادق بينفع، بيبقى حلو قوي قوي. هبدأ ان انا اقلبها. تقلبيها بمعلقة خشب، اوعي تقلبيها بايدك لان دي مية مغلية فهتبقى بتلسع جدا. في الشتاء هتستحمليها شوية، وانا هتشوفوا دلوقتي ان انا هبدأ ان انا اعملها بايدي. بس هي مغلية. انتوا مش متخيلين يعني. صعبة جدا يعني. وكمان نص كوباية من الزيت او ربع حسب ما انت ما بتحبي كمية الزيت. يعني ممكن تحبي الزيت قليل، وفي ناس بتحب الزيت تبقى باين في العيش. فانا حطيت ربع كوباية كده صغيرة.
هبدأ بقى ان انا هقلبها بايدي، عشان خاطر انا مش عارفة اتمالك بالمعلقة. بايديكي افضل بكتير، هتحسي بالملمس بتاع العجينة اللي انت محتاجاه. يعني انت كده بالمعلقة انت مش هتعرفي، انت كده خلاص تمام، انت كده محتاجة دقيق تاني، محتاجة مية تاني. مش هتحسي بأي حاجة غير ان انت بس ايه، شايفة العجينة بتتلم معاكي وخلاص. بايديكي هتعرفي تتعاملي كويس، او لو عجانة بقى طبعا. انا عندي العجانة بس صغيرة جدا، اللي هي اصلا بتاع مضرب البيض، فصغير جدا يعني. احنا جبناه على اساس ان هو عجان بقى وتمام وكده. منفعش خالص يعني، مش حلو خالص. ده عايز بس حاجات بسيطة، مش عايز عجينة، مش عايز دقيق وعجن والكلام ده، رغم ان هو السلاح بتاع العجن موجود. بس لا خالص، جربت اعمله بقى يتحرك من مكانه، لا مش حلو خالص. فلو عندك العجانة اللي هي الكنود والكلام ده، واللي هي الكبيرة، فهتبقى حلوة جدا ومناسبة ليكي وهتلم معاكي على طول. بدأت طبعا احط على الرخامة نظيفة جدا. وكمان عشان تبقي عارفة انها نظيفة، حطي عليها زيت وامسحي الرخامة بتاعتك بالزيت بعد ما تمسحي ال... بعد ما تدعكيها بالصابون وكده. اعملي الرخامة، امسحيها بزيت وبحتة قماشة او منديل نضيف، وامسحي بيها الزيت من افضل الحاجات اللي بتشيل البقع. اللي انتم مش يعني ممكن تتخيلوا ايه ده زيت ازاي. فعلا فعلا هو بيشيل البقع. اللي على الرخام يعني، اقصد لحسن تحطي على الهدوم وتقولي بتشيل البقع. ماليش دعوة عشان ما تدبسنيش وتقولي ده شيماء قالت لا. انا بقول على على الرخامات، على الشفاطات. معلش الاشعارات، انا مش عارفه ما وقفتش المهم. بيشيل البقع، بقع الدهون، بقع اي حاجه. المهم كده انا قطعتهم متساويين بقى مش متساويين، انا عايزه مش فارقه برضو معايا قد ما تكون مثلا ايه، كلها يعني قريبين من بعض. يعني مش شرط انها تكون معوجة بقى، مش مشكلة، هو الافضل انها تكون مدورة. ولو عايزاها تطلع فعلا بيرفكت بقى ومدورة بقى وجميلة، وزي ما احنا ما بنشوف كده، اعملي بطبق او صينية تكون كبيرة، مقاس كبير اللي انت حابة المقاس بتاعها. وتعملي بالسكينة، بطرف السكينة كده، اعملي على اقطعي يعني على المقاس بتاع الصينية او الطبق اللي انت عايزاه. فهتطلع مدورة معاكي وحلوة جدا يعني. انا جربتها قبل كده، جربتها كذا مرة وفعلا طلعت. بس انا حسيت ان انا ايه الاجهاد، ليه بعمل مجهود لكل ده، وانا كده كده ده هيتاكل وده هيتاكل. اي نعم بيبقى شكله حلو وشيك وكل حاجة. بس يعني انا لقيت ان انا ده اسهل لي بكتير. عملت واحدة من غير دقيق، حبيت اوريكم الفرق. يعني انا بعمله بالدقيق، من غير الدقيق بيبقى ازاي، وبالدقيق سهل جدا. في ما بيحبوش كمية الدقيق كتير، بس الافضل ان انت تعمليها بالدقيق عشان تطلع مدورة معاكي، او تطلع برضو سهل الفرد بقى، تشيلي وتحطي فيها، تبقى سهل معاكي في الشيل والحط. لكن ان انت تعمليها تبقى رخمة قوي. لكن ان انت تعمليها من غير دقيق هتلزق معاكي ممكن في الرخامة. ممكن تعمليها بزيت على فكرة، تفرديها بزيت، بس هتلاقيها برضو بتلزق في الرخامة. فافضل حل ليها هي الدقيق. ففردتها كده وحطيت على الصينية بتاعت الكريب. طبعا البوتاجاز اتبهدل من الدقيق اللي موجود. عندي صوت، صوت ده وقته. المهم كده ما شاء الله العيش ده كيلو عمل ما شاء الله حبة حلوين بتاع 30 رغيف. فما شاء الله رمى معايا كتير. وكمان كله يعني الأغلبية حلو مدور. يعني انا مش محتاجاه اللي هو كبير اوفر، يعني اللي مش محتاجاه كبير قوي. انا محتاجة حاجة بسيطة. ده كده اخويا حب يعمل واجب معانا ويعمل لنا هو الكريب. هو طبعا ما شاء الله اصلا شيف، فهو حب يجمل بقى بمزاجه، يظبط الدنيا. ده كان العشاء بسيط جدا جدا جدا. حطيت زيتون، هو ده حاجات بيتزا ممكن تعمليها بس الافضل طبعا البطاطس عايزه كريب يعني. فعملناه كده في العيش. ولاد اختي كمان كانوا فرحانين جدا بيه وكانوا مبسوطين بقى، كان طعمه حلو قوي كمان، عجبهم قوي. بقى كل شويه يا خالته عايزين العيش، يا خالته عايزين العيش اللي انت بتعمليه. فعلا طعمه روعه، جربوه والله، الطريقه حلوه جدا وطعمها حلو قوي.
جبنا الجبنه الرومي بشرناها كده زي ما انتم شايفين، جبنا كاتشب وحطينا الزيتون والبطاطس، وبدأ ان هو يقفله، وهيحطه على الطاسه برضو بتاعه الكريب. وهيغطي، هيحط صينيه تانية عشان تضغط عليه، علشان خاطر ياخد يقفل معاكي، وفي نفس الوقت ياخد التحميره بتاعه الصينيه، يقفل بيها. فده هتشوفوها دلوقتي. انا اهو هحطه على صينيه، مش انا هو اخويا. هنزل لكم اللينك بتاع قناته، برضو قناته حلوة جدا، هو بقاله فترة ما بينزلش يا جماعة، شجعوه عشان بجد هو بجد ما شاء الله عنده موهبة حلوة جدا جدا. وهو مش عايز، يعني هو بيقولك انا مش لاقي تفاعل، مش لاقي. طب ما ده طبيعي، انا طب ما انا ساعات ما بلاقيش تفاعل، هل انا يعني اعطل بقى وما اقدمش يعني تاني؟ لا، لازم اقدم كمان. المهم طبعا، انا جبت له سكينه بارده للاسف، وطبعا زعل قوي وقال لي حرام عليكي، ده انا كنت عايز الجبنه تمط ومش عارفه ايه وعايز شغل يعني. بس انا احبطته للاسف. فبس كده الفيديو يكون خلص، وهتشوفوا بعد ما يتقطع ويبقى عامل ازاي. بس شجعوني بقى بلايك، ولو اول مره بتتفرجوا عليا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي حاجه انا اعملها لكم. وبجد بجد انا يعني انا بحاول ان انا انزل لكم حاجات كتير وحاجات تعجبكم. بس كده كان معاكم شيماء من قناة عيشة بطبيعتك مع شيمو. يلا، سلام عليكم.